ولذلك لما يجي امام يصلي ويغلط كده مره سهوا ويقرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس، ممنوع من انه يجيب سوره قبلها في الركعه الثانيه. يقوم يعمل ايه؟ من الجنة والناس، يقوم يجيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هي دي اللي بعدها على طول. الله، ليه بقى؟ ان القرآن مبني على الوصل. يعني ايه مبني على الوصل؟ ما فيش في القرآن وقف واجب الا اذا كان النفس يضيق. ولذلك انا جبت المثل بتاع اخر آية في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب إيه؟ الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، مش كده؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، ما قلناش والناس، مع أنه آخر القرآن ما فيش كلام بعده، ومع ذلك قلنا من الجنة والناس عشان موصول ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. يبقى حتى آخر حرف في القرآن موصول بأوله تاني. يبقى إذا القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصل. ما بنقولش مدهامتان، لا هي مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما نفرح يضيق يبقى أنت. لكن الحروف المقطعة غير دي خالص، مبنية على الوقف، وإلا لو ما كانتش مبنية على الوقف كنا نقول قاف والقرآن المجيد، أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد، نقول قاف، مش كده؟ وألف لام الله الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقف، ده كله موصول موصول موصول. دي قال لك على الوقت عشان تعرف إن كل حرف من دول جملة لوحده. ولذلك النبي قال إيه؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف ولام حرف وميم حرف.